ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج أخي المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الناس ومرشدهم إلى الخير. إن الزواج من سنته وطريقته، فمن لم يعمل بسنته فليس منه. ففي الحديث الذي رواه إمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وإن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج حث عليه الإسلام ورغب فيه، لأن فيه إحسانا للنفس وحفظا للمجتمع. وقال إمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وساق بسندي إلى القمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا، فقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرة وتذكرك ما كنت تعاهد؟ ووقع في رواية أبي أيوب، في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم: ولعلها تذكرك ما مدى من زمانك. وفي رواية مسلم أيضا:
لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فاستدل به أهل العلم على أن الزواج البكرة يجدد النشاط، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أهمية اختيار ذات الدين، فكثير منهم إذا أراد أن يتزوج فإنه ينظر إلى الجمال، وهذه من الآفات المشهورة الموجودة في زماننا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاختيار ذات الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا مانع أن تضم صفة أو صفتين أو أكثر إلى الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكه المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين جميلة أفضل من ذات الدين فقط، وذات الدين جميلة وغنية أفضل من ذات الدين وجميلة فقط. أن تكون الولودة والودودة. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وفي رواية: ولا تكونوا كرهبانية النثارى. المرأة الودودة جوهرة البيت، الودودة المحبة لزوجها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر أمام هذه القوامات صنفي النساء: فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو الصنف الأول. فالصالحات القانتات أي طائعات لربهن، والمرأة التي تعصي ربها يسهل عليها أن تعصي زوجها. كيف تطيع زوجها وقد نشزت على ربها؟ والمرأة الصالحة عوان على الدين، كما جاء في الحديث: من رزقه الله سبحانه وتعالى امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في شطر الباقي. أيضا وفي رواية: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا امرأة صالحة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وأنجو رب العزة والجلال
ومن آياته التي تدل على وحدانية الله آية تقجم ربنا مغر سيفترها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني من آدم الرا إناچا غرتي لفيج إناچا جلو تنرى هاو هادتين يؤمو لتسكنوا إليها أكغرتي ولينبو هارتنف وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة اسم جد تقولي جاللا في رحمته بكتكت جاللتني رحمني سيون جيران فايدان كيسن جيرو جاللتي قفتين فايدان قبط رحمني قفتين فايدان قبط رحمة مقفة يوخ قدوفتات جاللا يسيغو هنكم نتاتي ركو نجالة رحمة قدوف انتو وجعل بينكم مودة ورحمة إذن فالزواج أخي المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة إرقما ربيت لماذا لا تتزوج منفون ما دنكرا خيسة ديلت يوفو تمالتات دلقتشا منفون وانجو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء 3 رهط ورسدي دفع صحابة سديه من رسول الله دفع صلوات ربي السلام عليه توكو كجالتي عبد الله بن عمرو بن عاص قال مفا علي بن أبي طالب صدفة عثمان بن مظعون جان وفنيت عائشة أم المؤمنين قافة ما يرقم ربي أكمي إبادان هلكن أكمي بلا إبادان رقافة اتيمتي هلكن بچا بلا بويا كنا سغرتي نتي خربي سبحانه وتعالى رسول صلوات ربي السلام عليه دليسا تدبرتي في تغنى اللي دي سيف نتي مالي جل تقوان جياني هلكن بوتو لا بچا تنبول واني هريب انگل لي هلكن بوتو لا بچا بلون قبل خلما دال وانجي كستاتي بو انيس غامتا في امدت سومنا ولي ديرسو ومنهم عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص اجمل نساء العرب اباموز دورتي عربات اكمبريد خاما كان دوبا فوسيسه ابام فوسيسه كلام هو سيرين باديات يني بيتا كلام جاني غرتي كلام خيس غرتي غويا تكودون دي ولي سيرين غويا سومنا تولا هلكن ليني دا بچابل عجائب والله عجائب درگه گئی سلام میں درگه گئی سا عجائبا غويا سومنا تولا قرآن مراجعہ گو هلكن قرآن مراجعہ گو دسن ایک سومنا فربودا هلكن اتدا بچابل ایسان فاتح تچی دے مرے دو بین جب بيزي مشغول اتي اما جرات غويا غرتي غفي فيدي غمس فيدي غمس دولتي برباده غرتي خوبه فتت خوبه سردوت ديرتي منا في دليفي رابيزي وزي غرتي شوف ولله الميت زمانه قال دوبا ابان غافت جي يودو في غويا سدي في كان بودا اكم يا روزني من جنان نعم الرجل عبد الله يتين علم مقدم وانا سيجي تسلني ما قبل تني مرة جلوته أباري ما تدو رسول الله صلوات ربي السلام عليه قربان كنو كان أبو هوت مالجت سومنا ولي دريس جل لكي مو كسيني ساعة لنفسك ساعة لربك أسأل البيت حتى جارتي تديس إيه إذن دوبا قصد فادا وانجي إني لا أتزوج النساء أني دبرتي وان فاتي جان رافقات دي هم فولو نجي عبادات يقول ما بيزي نقول اندن ديني جي علي دن خلقوا رسولة تيمتي عائشة أم المؤمنين هذا تاني عائشة بدأت تكسجان
عائشة أم المؤمنين نيم تفدو ورسول الله صلوات ربي السلام عليه نمني سجد فني أكنا جان إرجع ربي جل جلاله أنتم الذين قلتم كذا وكذا لا عائشة على تهمتف أم المؤمنين رضي الله عنها نجيب دياتين إنك جبت التثبت الخبر أدو الدبافة جولان